لذلك نلتمس من الهيئة الموفرة أولا
أن تمكننا من الاطلاع كاملا بمصاريف قليلة، لأن حوزة المتهمين لا يستطيع سداد تلك المصاريف. ثانيا، ولأول مرة نرى أن متهمين مخلي السبيل حضروا أمام المحكمة من تلقاء نفسهم. لذلك إن تساوت المراكز بينهم وبين المتهمين المحبوسين، الأمر الذي يحق لنا أن نطلب ممن يملك الكل أن يصرح بالجزء، وهو إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية مع التعهد بالحضور في الجلسة المطلوبة، ولا يكون أدل على حسن نوايا وحضور المتهمين. ثالثا، أقدم لسيادتكم حافظة المستندات تخضع المتهم الأول للمادة 62 من قانون العقوبات المعدلة وها هي الحافظة الصادرة من هيئة حكومية رسمية تفيد أنه معفي من العقاب طبقا للمادة التي أيضا ضمتها بتلك الحافظة. ثالثا، بالنسبة للمتهم الموكل عنه رقم 253 المحبوس احتياطيا الذي انتفت قبله كل الاتهامات وكل الأدلة، الأمر الذي يجعلني أن أنضم إلى باقي المتهمين بطلب إخلاء السبيل. رابعا وأخيرا، محكمة الجنايات لها من حق التصرف. هناك أسماء معروفين وردت أسمائهم في التحقيقات، تلك الأسماء التي تخشى السلطة التنفيذية من الضغط عليها علما بأنها هي الفاعل الأول والمحرض الأول والمشجع الأول لتلك الجريمة، وسوف نوضح ذلك في مرافعتنا الموضوعية. الأمر الذي يحق لنا أن نطلب من المحكمة أن تتصدق لهؤلاء المتهمين الذين وردت أسمائهم في التحقيقات وتصلوا عن أمر الحالة. أصل الأدوات الفصل اللي بعد طلبات السهم الثالث عشر السهم محبوس ومش باين عند المحكمة. السهم 13 بتاع الرئيس والسهم محبوس مش وارد على حضرتك اللي هو محبوس، وبالتالي لم يحضر من محبسه، وهو المتهم محمد يوسف محمد عثمان، وهو محبوس في سجن المزرعة بطول. لأن أمر الإحالة لما صدر هو ما كانش اتقبض عليه، اتقبض عليه بعد كده، وهو بالتالي الآن محبوس على ذمة هذه القضية. طلبات أنا بنضم للتمييز فيما أفهم الطلبات المدافع ظهر بمصر عن مع المتهمين الأول والثاني والرابع والثالث والتاسع والثالث عشر 99 و10. بسم الله الحق العدل الذي لا يدور مع اثنين شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي جعل من اسمه في تعطيه الرحمه واشتق لها اسم من اسمائه، فبسم الله الرحمن الرحيم. بعد الانضمام الجميل في اسباب المفاوضات نتحدث عن اخلاء السبيل، والماده 134 من قانون الاجراءات الجنائيه والتي تتحدث عن مبررات واسباب الحق الاختيار، وأتت منها بأمرين يخصوني هنا في هذه القضية. الأمر الأول أن تكون إثارة جريمة متلبس بها، وهنا سيد الرئيس لا أجد دليلا على أن هذه الأوراق قد جاءت خالية من جريمة متلبس بها، سوى أننا بالفرائض قائمة أدلة الثبوت التي قدمها لنا قضاة التحقيق في هذه القضية، والتي تضمنت أقوال 43 شاهد معظمهم من سلطات الجيش والشرطة والمصريين،
هذه القائمة الطويلة من أدلة الثبوت لم تأتي بقول أو دليل أو إشارة أو محضر نص أو سند لوجود المتهمين من 215 ل 250 ومن 253 ل 259 و 268 ل 269. هؤلاء المتهمون جميعا. جاءت قائمة أدلة الثبوت خلوا من أي شيء يشير إليهم من قريب أو بعيد وصلتهم بهذه القضية. ماذا يعني؟ يعني ذلك بمنتهى البساطة. وقد تعلمنا من عندكم أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص للتكليف، والمتهمون جميعا وغيرهم قد قمت عليه في هذه الأحداث أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2011 من شوارع القاهرة، سواء تم هذا القصد بمعرفة أفراد الشرطة أو الشرطة العسكرية أو المواطنين أو غيرهم، إلا أن الأوراق قد خلت مما يزيد أنهم كانوا في هذه الحالات الخمس، وبالتالي تسقط ويسقط معها أول مبرر من مبررات الحق الاحتياطي. يأتي المادة 134 بفكرة خشية هروب المتهم، ونحن في هذا نقول أن دليلنا على عدم هروب المتهمين أن المتهمون المخلى سبيلهم حضروا بإرادتهم، وأن الواقع العملي في مصر يقول إن من يهرب من هذا البلد هو من سرق مال هذا البلد، ومن باع أرض هذا البلد، ومن سفك دم أهل هذا البلد. إنما هؤلاء الفقراء أبدا لا يهربون، فهم دائما همهم حماية هذا البلد، لأن في البلد كده هم ما لهمش أرض ثانية وقوة. عشان كده معالي المستشار أعضاء الهيئة الأجزاء واحنا بنتكلم عن الحق الاحتياطي، بنتكلم عن الحق الاحتياطي باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، وليس باعتباره عقوبة مسقطة يعاقب بها المتهمين، وبالتالي تضرب عرض الحائط بقرينة أن المتهم بريء حتى تثبت ذلك. المتهمون في فترة الاتهام 19 متهم محبوس بقالهم ما يقرب من 8 شهور محبوسين. معنى ذلك أنني أعاقبهم قبل أن تعاقبون. اصلوا سبيلهم واطلقوا سراحهم من أجل محاكمة عادلة لهؤلاء المتهمين. لذلك طلباتي وهذا الطلب هل هو كوني ومرتبط بطلب إخلاء سبيل كل المتهمين، كل
آثار التعذيب وآثار الضرب نذكر النيابة العامة أنها أثبتتها ونظرتها، ونذكر النيابة العامة في قراراتها وعرض المتهمين أيضا على الطب الشرعي. لكن إفلات الجلادين من العقاب ما زال مستمرا على نفس المحكمة المعتبرة، وهذا ما نؤكد عليه ليس دفاعا عن المتهمين، ولكن حتى يفلت الجلادين من العقاب نطالب المحكمة المعتبرة أن تأمر النيابة وتكلفها بإحضار كل التحقيقات المرتبطة بإصابات المتهمين كمجني عليهم، وأيضا نتوفى في الأحداث الشهداء عن ربهم، وأيضا نطالب النيابة العامة بضم جميع التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، ليس فقط المتهمين المؤنس بهم ولكن المتهمين المحبوسين احتياطيا والذين طلبنا مرارا وإقرارا أمام السادة الأفاضل قضاة التحقيق بإخلاء سبيلهم، ولكن رفض طلبنا. نحن بحثت وبعثت نقصد إخلاء سبيل المتهمين ليس فقط انتصارا لأنهم مبني عليهم، ولكن انتصارا لثورة وأحداث 3 أيام مات فيها شهداء وأصيب فيها من أصيب، وهنا الآن يحاكمون بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة، في حين أن رجال الشرطة الذين خرجوا رفقائهم ما زالوا مؤنسة بهم ومطلق الصراع حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا في تأمين محض الاستفسارات الذين قال لهم الناس ان الناس قد سمعوا لكم فاخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لهذا استأذن سيادة باستدعاء الآتي أسمعون. أولا اللواء حمدي بديل قائد الشرطة العسكرية. اللواء حمدي بديل سيد الرئيس قد عاد لأن قوى الجيش الموجودة في ميدان التحرير والموجودة